عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بمناسبة بقى الحر والصيف مش هتلاقوا احلى واطعم من كيك الجيلي. بجد طعمها وهمي خطيرة. وطبعا ما تنسوش قبل ما تكملوا الفيديو للاخر تعملوا اشتراك في القناة او سبسكرايب وتعملوا لايك وشير للفيديو. بجد الفيديو بتاع النهاردة خطير. المقادير كلها بسيطة وسهلة، والخطوات هنمشيها مع بعض واحدة واحدة عشان تطلعوا أحلى كيك جيلي وتعملوه مظبوط 100 زي اللي انتوا شايفينه قدامكم. حاجة حلوة كده ولذيذة تطر علينا في الحر والصيف ده، بجد خطيرة، هتعملوها على طول من كتر ما هي مكوناتها بسيطة جدا وسهلة ولذيذة قوي. يلا نبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة هنحتاج 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، يعني قبل الاستخدام تطلعوها بساعة أو ساعتين. وعندنا رشة من الفانيليا تعادل معلقة صغيرة وكوباية إلا ربع من السكر، وعندنا نص كوباية زيت ونص كوباية لبن وكوباية ونص دقيق ورشة من الملح ومعلقة صغيرة مليانة بيكنج باودر. أول حاجة هنحط الاتنين بيضة هنضربهم مع الفانيليا، معلقة صغيرة من الفانيليا وكمان كوباية إلا ربع من السكر. هنضرب بقى المكونات دي كويس مع بعض لحد ما نتأكد ان السكر بتاعنا داب. لازم السكر يدوب كويس، نتأكد من ذوبانه عشان ما يعملش تكتلات وحبيبات في الكيك. خلاص لحد ما يتحول للون الأبيض. بعد كده هنزل بنص كوباية الزيت هقلبها كويس، وبعد كده هكمل هنزل بنص كوباية الحليب هقلبه برضو لحد ما يدوبوا مع بعض. وبعد كده هننزل بالكوباية ونص دقيق. يفضل انكم تستخدموا من نوع كويس من الدقيق يكون متعدد الاستخدام عشان تضمنوا نجاح الكيك بتاعكم. وبعد كده هننزل برشة الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هقلب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض لحد ما الخليط يمتزج مع بعض كويس قوي. تقدروا تستخدموا مضرب يدوي او مضرب كهرباء، المتاح عندكم هتستخدموه. بعد كده هنجيب الصينية اللي هنحط فيها الكيك، هحط معلقة كبيرة من السمنة هدهن بيها كويس الصينية. تقدروا تحطوا برضو زيت، انا استخدمت هنا سمنة، المادة الدهنية اللي تريحكم استخدموها. انا دهنتها كويس بقى كده بالسمنة من جميع الجوانب لحد ما نتأكد ان المادة الدهنية مغطية الصينية بتاعتي كويس جدا. وبعد كده بقى هنزل برشة من الدقيق هبدر بيها الصينية كلها، وهعملها بحركات دائرية كده زي ما انتوا شايفين. لازم الحركة دي مهمة جدا عشان الكيك بتاعنا نطلعه بمنتهى السهولة لما يبرد. بعد كده بقلب الصينية بنفض منها جميع الزوائد بتاعة الدقيق، وبعد كده هنزل بالخليط بتاع الكيك. شايفين ده السمك المطلوب بتاع الكيك. نسيت اقول لكم ان الفرن شغال من اول ما بدأت خالص. لازم الفرن بتاعكم يكون سخن وتدخلوا الكيك وهو الفرن سخن، فعشان كده قبل ما تبدأوا كل الخطوات لازم تكونوا مشغلين الفرن. هفرد بقى الكيك بتاعي، هعمل الحركات اللي انتوا شايفينها دي، حركات دائرية كده. الحركات دي مهمة جدا لنجاح الكيك وعشان كله يطلع في نفس المستوى. هدخلها بقى على فرن سخن الرف الوسطاني درجة حرارة 180، هتقعد تلت ساعة على حسب برضو نار الفرن عندكم، ممكن تقعد اكتر من كده، يعني من تلت ساعة لنص ساعة. هتطلع معاكم بالشكل الخطير ده. وعشان تتأكدوا من نجاح الكيك بتاعكم هتحطوا الاستيك زي ما انا حطيتها، لو طلعت معاكم نظيفة من النص يبقى كده الكيك بتاعكم استوى وتمام. وكمان بتشغلوا المروحة عشان توزع الهواء. ولما بردت بقى طلعتها على طبق بالشكل ده، طلعت معايا بمنتهى السهولة من غير ما اتفرهطت ولا حاجة. بعد كده هنحضر بقى الجيلي بتاعنا. عندنا هنا 3 كوبايات من المية، اول ما يسخنوا هنزل ب3 اكياس من الجيلي، وكمان هنزل بمعلقة كبيرة من السكر. هدوب بقى المكونات دي كويس جدا مع بعض على نار متوسطة. مجرد ما يدوبوا والبابلز الفقاعات اللي قدامكم دي موجودة، لما تختفي ساعتها تقدروا تطفوا النار. لكن انا لحد دلوقتي مشغلة النار عادي. خلاص بدأت الفقاعات اللي انا قلت لكم عليها دي تختفي. هطفي بقى النار عليها وهنزل بكوبايتين ونص من المية الساقعة. يبقى انا استخدمت 3 اكياس من الجيلي، حطيت 3 كوبايات مية سخنة وبعد كده حطيت كوبايتين ونص مية ساقعة. هدوبهم كويس بقى مع بعض
انا كنت طبعا طفيت النار. هنزل بقى في نفس الصينية، انا غسلت الصينية اللي حطيت فيها الكيك، غسلتها وكملت شغل عادي. حطيت فيها 3/4 كمية الجيلي. انا بحط 3/4 الكمية، والربع اللي فاضل بحتفظ بيه عشان هقولكم هنكمل استخدامه. هنجيب بقى الفواكه اللي انتم حابينها تستخدموها في كيك الجيلي. شوفوا بتحبوا فواكه ايه. انا هنا استخدمت موز واستخدمت كريز، قطعتهم قطع صغيرة، وبعد كده هبدأ ان انا افردهم بقى في الصينية بتاعت الجيلي. اي نوع فواكه متاح عندكم، حتى لو مش موجود او مش بتحبوا هتطلع معاكم جميلة، طعمها حلو جدا، الكيك حلو قوي والجيلي كل حاجة مظبوطة. استخدمت بقى موزة كمان هقطعها وهوزعها في الصينية بقى بالشكل ده. هدخلها بقى التلاجة لحد ما الجيلي يتماسك، هياخد مش اقل من 3 ساعات هتلاقوه تماسك، وممكن عادي اكتر من كده لو قدامكم الوقت. شايفين بقى متماسك. ربع كمية الجيلي بقى اللي انا قلتلكم هنحتاجوها كمان شوية، هناخده منها كده 4-5 معالق من الجيلي السايل، وبعد كده هقلب عليها الكيك عشان الكيك يبقى لازق في الجيلي. هنزل بقى بقية كمية الجيلي، هغطي بيها كل الكيك، وكمان هتلاقوني بنزل كده من الجوانب بالراحة عشان الجيلي يبقى محاوط الكيك من جميع الجوانب. زي ما انتوا شفتوه في الاول خالص، الجيلي مغطي الكيك مش باينة، الكيك جوه والجيلي متغطي، فلازم ننزل بكل الكمية بالشكل ده لحد ما نحاصر الكيك في النص. تمام. دخلناها التلاجة برضو ساعتين، هتلاقوها متماسكة معاكم بالشكل ده، 2-3 ساعات. شايفين؟ تحفة خطيرة. جه بقى اخر خطوة وهي مهمة جدا، هنجيب صينية اكبر من الصينية اللي احنا استخدمنا فيها الكيك وحطينا فيها مية سخنة، حطينا ربعها مية سخنة، وهنعمل الحركة دي. هتلاقوا الجيلي فك بسيط، ما تخلوهاش كتير، هي مجرد تغطسوها وتطلعوها هتلاقوا الجيلي فك والكيك بتاعتنا تمام. هنحط بقى عليها طبق ونقلبها بقى بالطريقة دي. شايفين؟ تحفة خطيرة. هندخلها برضو التلاجة عشان تمسك اكتر. هنا بقى بعد ما دخلناها التلاجة زي ساعة او اكتر على حسب الوقت المتاح قدامكم، بس اهم حاجة يعني هي بتاخد يوم تقريبا عشان تاكلوها تاني يوم. شايفين؟ تحفة خطيرة بجد، طعمها وهمي. يلا بقى نقطعها. هقطعها بقى كده مربعات، تقدروا تعملوها في نفس اليوم لو من بدري خالص، او لو اخر اليوم وتاكلوها تاني يوم. بجد خطيرة سهلة جدا. اي نعم بتاخد وقت، بس كله بتبقى وقت في التلاجة مش وقت في العمايل، لكن هي سهلة جدا وطعمها لذيذ وتستاهل فعلا انكم تجربوها. خطيرة بجد، حلوة جدا، تحفة. هوريكم كذا قطعة، كل القطع شايفين متماسكة ومتساوية. شايفين الجمال؟ خطيرة. يلا بقى نجربها، بجد طعمها كان خطير. وبمناسبة الصيف والحر ضروري تجربوها، بجد طعمها كان خطير فظيع. هستناكم بقى تجربوها وتقولوا لي ايه رأيكم، وما تنسوش بقى تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو، وان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. يلا باي باي.